الوطني المغربي ليسجل، والمنتخب الوطني المغربي ما مساليش انا. ها ما مساليش انا غادي لمراكش دروك. السلام عليكم خوتي، بدكم تشوفوا معايا اللحظات الاخيره واللحظات المره. كما كتشوفوا ان هذا المشجع كان متاكد بان هذا اللاعب الهولندي غادي يقدر يضيع هذه الكره هذه. ما عرفتش علاش جاني هذا الاحساس هذا، ان لاعب المنتخب الهولندي قدر انه او لا خمم انه يقدر يضيع. وهنا كما كتشوفوا اللاعب بونو مركز بهذا الشكل اللي كبير قبل تسديد اللاعب هولندا التسديده الخامسه في ضربات الجزاء، ضربة الحسم كما كنقولوا، ضربة الحظ. ولكن كما كتشوفوا اللاعب ديال المنتخب الهولندي اللي كان باين عليه الارتباك وكانت عنده فرصة، عارف ان هذه الفرصة هذه صعيبة عليه وكتحتاج لاعبين عندهم خبرة كبيرة. كما كتشوفوا هنا فاس مع الحارس المخضرم المغربي ياسين بونو، تألق كبير وعنده خبرة كبيرة تبارك الله في تصديات ضربة الجزاء. وهنا كيبين لك ان المنتخب المغربي تبارك الله عندهم نجوم وعندهم الناس ديال الخبره، والخبره كما كنقولوا هي اللي كتلعب الدور. هنا كما كتشوف في هذه اللقطه ان اللاعب الحارس بونو تحرك قبل تسديد الكره اللاعب ديال المنتخب الهولندي، ولكن كما كتشوفوا هنا كان واحد الميلان قليلا، وهنا قدر ان اللاعب المغربي انه او الحارس انه يقدر ياخذ هذه الكره. وفرحه هستيريه من بعد الجماهير المغربيه اللي صراحه فرحونا اللاعبين اللي قدموا واحد المستوى كبير. لو كان ما تنسوناش بالاشتراك ودعمنا الى عجبكم المحتوى. قناه مول البالون كترحب بكم وبارائكم. نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم.